حسان، ليش ربنا في القرآن بيقول لا تتبعوا خطوات الشيطان مش لا تتبعوا الشيطان؟ في القرآن الكريم في تلميح عن هذا الموضوع لقصة حدثت بدي أقول لك إياها. عابد من بني إسرائيل كان ما في مثله في العبادة، لدرجة أنه كان يصلي 10 أيام متتالية ثم يأخذ يوم واحد استراحة، وكان يصوم 10 أيام ويفطر يوم، وعجز عنه الشيطان 40 سنة. في يوم من الأيام جمع الشيطان أعوانه ومردة الشياطين. واحد من الشياطين قال له توكلني فيها المرة، قال له يلا يا سيدي وكلتك فيه، مع 40 سنة مش طالعين معه براس. راح على هذا العابد وهو في بداية اليوم الأول للصلاة، دخل بهيئة رجل زاهد عابد لحيه ووقف يصلي معه، الله أكبر، وبلش وبدأ الزلمة يصلي 10 أيام ما التفت ولا حتى بده يعرف مين اللي بيصلي معه، فقط يصلي يأكل طعامه يقضي حاجته ويرجع. فنظر لهذا الشيطان انه خير ان شاء الله، قال له انا سمعت عنك كثير وجيت علشان يعني اتعلم منك طريقة العبادة، انا جاي عشان تكون قدوة الي. ثم بدأ هذا العابد 40 يوم يصوم ويفطر يوم، بعدهن استراحة، و40 يوم يصلي لا يكلم احد لا يفعل شيء، وبعدها ياخذ يوم استراحة. ومضى على ذلك سنة وهذا الشيطان يصلي ويركع ويقوم الليل ويعني معه بالصيام وبالقيام وبالصلاة. بعد انتهاء السنة قال هذا الشيطان إلى على هيئة رجل محترم، قال له هيك انت يعني دائما بتعمل؟ قال له قال له مش أكثر. قال له لا ليه؟ قال له والله أنا فكرت صراحة يعني بيقولوا عنك العابد الزاهد الشيخ الفلاني، روحوا عنده عشان تتعلموا منه، هذا هو، تروح أشوف لي حدا أتعلم منه عن جد، طلعت انت فشوش. كيف فشوش؟ قال له فشوش، فكرت انك زاهد وعابد، يلا عن اذنك. قال له زلمه استنى تعال افهم، انا هيك انا مقصر؟ قال له مقصر ومقصرين، خلينا اروح اشوف غيرك، بس شوف بدي أعلمك كلمات ذكر ينفعك الله بها، تشفي المريض، يعني ما شاء الله كلمات عجيبة ذكر لله تعالى، علموا إياهن. وطلع الشيطان وراح 3-4 أيام زلمة في هالسوق بتشرى، أجعل الشيطان من ورا خلق وطج راسه في الأرض، صابه زي الجنون. وبعد الشيطان طبعا ما حدا شايفه، الشيطان هسه مش متمثل بشخص إنسان، هالناس حملته كانت الزلمة مصروع 3-4 أيام برضو. تمثل الشيطان هسه بهيئة طبيب ومشى هيك في الأسواق، سمع الناس بتحكي، قال شو في؟ قالوا له فلان فقير بالسوق مرة واحدة طج على راسه وصابه زي الجنون ومش عارفين شو نعمل. قال لهم أنا طبيب، خليه يزرك عندي على العيادة، يعني يجي عندي على البيت ونشوفه إن شاء الله، مش إشي إن شاء الله محلولة. والله أهله لهذا اللي انصرع أخذوه عند هالدكتور، فحصوا قال لهم هاي قصته قصة كبيرة وبس بحلها برصيص العابد. والله الناس حملوا ابنهم وراحوا يركضوا على العابد، فوتوا عنده، يعني قال لهم أنا ما جربتش من قبل، أما يعني أنا بدي أجرب هالذكر معه. والله ما لحق يقرأ ويخلصه إلا هذاك صاحح من الجنون. ليه هو كان جنون صايبه؟ كان الشيطان متلبسه، الشيطان فلته كله تمام التمام، روح صيته ذاع برصيص العابد. اللي عنده مشكلة اللي إشي يا جماعة الخير يروح عليه. والشيطان 3-4-5-6 حالات نفس الاشي يصرعهم، يطجوا على الارض يم مخبولين هيك، وبس برصيص العابد اللي يرتب الموضوع بهذا الذكر بالضبط يقرأه وتنحل القصة. ليوم الشيطان صرع جارية الملك، والله حملوها وفاتوا عند برصيص، قالوا شو بتسوي انت وياها؟ اطلع انت وياها، ما تفوتش والنساء فتني، يلي جاك الله نساء لا، نقطة أول السطر. والله رجع فيها، أجا الشيطان من دون ما يتمثل، أجا وسوس، قال له طب ساعدها، طب ولو مين بده يوقف معها، مين تنح. راح الشيطان لأهلها وقال لهم حطوها في مغارة قريبة منه، وراح للعابد نفسه قال له شايف هي أهلها واثقين بيك وحطوها بمغارة فقيرة، إذا هجى عليها ناس ويعني انتهكوا عرضها ولا سووا فيها إشي بترضاها أنت؟ مش أخت إلك، هاي مش أخت في الدين، روح عالجها في المغارة وارجع. والله لعب بمخه هذا الشيطان لبرصيص العابد، حمل حاله وطلع وين؟ على المغارة. قبل لا يوصل بدقايق اجى الشيطان صرعها على البنت، شلحت أوعيها وهي عكلها مش معها، مع فوتة مين؟ برصيص. بحياته ما شاف امرأة الزلمة بالعبادة وبالها، شاف جسمها ما ظلش براسه حكل، طلع يركض على البيت، سكر حاله. اجى الشيطان قال له كيف الجسم اللي عليها؟ صار يذكره ويذكره، قال له روح أخرى مرة، مش يمكن لبست، ممكن ما لبستش، إذا لبست بتعالجها، ما لبستش هذا أنت يا عم شفت لك أخرى مرة، عيش مين مثلك. والله لعب بمخه، راح شاف وطول وهو يطلع هالمرة، ورد رجع 3 مرة، 4 مرة، 5 6 مرة وقع فيها، زنى فيها، ومش مرة ومش 2، ورجع وكرر لعند ما حملت من الزنا منه. أجا الشيطان قال له شو اللي عملته انت؟ شو اللي عملته بحالك انت؟ هاي حملت
يعني هسه الدنيا كلها راح تعرف شو اللي ده، شو اللي سويته انت في هاي الحالة بتشوه الدين والمتدينين ونفسك. اطلع هسه اخلص من هذا الموضوع. كيف؟ قال له اقتلها واخلص منها، اخلص منها وخالصين. راح قتلها وهيك قتل روحين، هي واللي في بطنها. وقال له تدفنها وين؟ اطلع فيها عند منطقة جبل بعيد. وعندك تدفنها؟ يطلع فيها بعيد. والله تعتلها وجرجرها وهي مقتولة وميتة، وراح دفنها بعيد وخلصت وراحت. والله يومين 3 4 اجوا اخوتها يشوفوا عالجها ما عالجهاش في المغارة. قال له برصيص شو وينها؟ وين الصبية اختنا؟ لهم والله شكلها انصرعت وشردت، بدكم تدوروا عليها خيا. قالوا له طب وين يعني؟ طب كيف شرد؟ ما شفتك؟ قال له ما شفتش حدا انا، خلص تجوش هون، انا بعبد وبصلي ومش فاضي لهالقصص، روحوا دوروا على اختهم. والله دوروا عندهم لقوها في الشيء. اسبوع في المنام اجا الشيطان لاخوتها الثلاث واحد قال لهم اختكم قتلها برصيص ودفنها عند الجبل الفلاني، وين الشجرة الفلانية؟ وراها بالضبط. والله يا جماعة صحي الصبح الصغير قال الليلة شفت منام يا جماعة الخير، شو هذا؟ انه اختنا قتلها برصيص. بقول قالوا له انت خرايك شفت؟ وانا شوف وانا شفت، ثلاثتنا شافوا. يطلع عند برصيص الزلمه، اطلع. رحت نشوفه. السلام عليكم خي برصيص. وكم السلام يا عمي، احنا يعني تاخذناش، احنا مش شاكين فيه، بس الليله شفنا منام رؤيا وقلت مخنا يا زلمه انه انت بلا مؤاخذه يعني انت اللي قتلتها. قال له ما انا العابد ازاي؟ ولك مش مستحى دمك انت وياه، ولك هاللحيه، ولك اطلع انت وياه، اطلع برا، اطلع برا لهسه داعي عليكم. كله مشان الله لا تواخذنا، مشان الله. بس يعني قالوا اطلع برا، فيش من هذا الحكي، انا زاهد عابد، عيب عليكم. والله حملوا حالهم رجعوا. بعد اسبوع رجع الشيطان قال لهم بكلكم قتلها، وروحوا افحصوا محل ما قلت لكم، حتى طرف الثياب بعد هناك برا. ما كذبوش خبر، حملوا حالهم بحشوا لك اختهم واللي في بطنها، ده ما هي متحلله واللي في بطنها. راحوا للملك جرجروه، ربطوه من ركبته، جرجروه في كل المدينه لهذا العابد الزاهد، شحوطوه شحوط، وبعدين حطوه للاعدام. اجى عليه الشيطان بوقتها قال له اخ هسه اذا انت متت على هذا الحال اللي انت فيه، الناس شو بدها تقول عن العباد؟ الناس شو بدها تقول عن الدين وعن مشايخه واتباعه؟ ليش هيك يا زلمه؟ مالكش الا حل واحد، اني هسه انفذك من هون، وبعدها انا وياك نثبت انه مش انت، وبطلعك من هون مثل ولا شيء. واقفه هاي يا زلمه. قال له كيف طيب؟ قال له بهربك من هون هسه بخليك وهم مش منتبهين، اهربك وخلصت وراحت، وبعد هيك انت انقذت الدين وانقذت نفسك. قال له طيب محلني. قال له ايش ببلاش؟ قال له ولا شو؟ قال له اسجد لي سجدي وحدي. صفن برصيص العابد كيف يعني؟ قال له اسجد لي وهسه بحلها. فنزل سجد للشيطان. فالشيطان مرة واحدة قال له إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. شو بتساوي؟ تسجد لنا الشيطان؟ كفرت؟ ولك بتقتل وبتكفر؟ شو انت؟ وأعدم على الكفر، أعدم وهو كافر وقاتل. والآية في سورة الحشر بتقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الشيطان ولا مرة رح يجيك ويقول لك إذني، ولا مرة رح يجيك ويقول لك أكفر، ولا مرة رح يجيك ويقول لك اشلح عن راسك. لا، حلي شوي، اكشفي هنا خفيف، اعملي هيك، سوي هيك مثلا. الشيطان دائما عنده خطوات، ولا مرة بيجيك مباشرة فحفر خطواته. اللي صار مع العابد انه فقط نسي انه هو مستهدف. احنا الواجب فينا والاصل فينا فقط نعيش واحنا حاسين اننا مستهدفين.